من تاريخ مطاردته واقتياده من كينيا إلى سجن إمرالي في بحر مرمرة 14 عاما مرت، ولم يزل عبد الله أوجلان رقما صعبا في معادلة تحقيق الاستقرار في جنوب شرقي تركيا. لم يكن معظم الأتراك يتصورون أي إمكانية لتفاوض علني مباشر مع أوجلان وحزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه، غير أن سياسيين ومسؤولين في الاستخبارات التركية تفاوضوا معه على مدى عدة أشهر لإطلاق ما وصف بنداء تاريخي من أجل السلام مع الحكومة التركية. هذا النداء يفتح الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جنوب شرقي تركيا وانسحاب مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى شمالي العراق، حيث يتمركز آلاف من رفاقهم. بدأ حزب العمال الكردستاني العمل العسكري قبل نحو 3 عقود لإقامة دولة مستقلة للأكراد في جنوب شرقي تركيا، وفي هذا الصراع قتل أكثر من 40,000 شخص، وتراجعت الأهداف بعد اعتقال أوجلان إلى مستوى المطالبة بنوع من الحكم الذاتي للأكراد في تركيا على الصعيدين الثقافي والسياسي. غير أن هذا لم يمنع التوتر ويوقف الهجمات والتفجيرات، فجرت محادثات سرية مع عدد من قادة حزب العمال وتوقفت منذ نحو عامين بعد هجوم قتل فيه 13 جنديا تركيا، ومع تصاعد التوتر والعمليات المسلحة بعد تفجر الثورة السورية. قررت الحكومة التركية فتح باب التفاوض المباشر والعلني مع أوجلان. هذه الخطوة قد تثير غضب القوميين الأتراك والمؤسسات الرسمية المحافظة، لكنها تزيل عقبة في طريق تركيا لتحقيق طموحها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتصب في صالح تعزيز دورها الإقليمي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.